حلو، وكان منو يتكلم عني انا انت كنت تتكلم في تويتر، شفت في تويتر شفت مقاطعك. حلو. ايه وسبحان الله يا اخواني، يوم جاء الفعل محمد بن سلمان تركي الشيخ قال لا احنا الافعال، احنا ما نروح للاشخاص. طب انا ليش جيتني انا شيخنا؟ ليش جيتني انا؟ ليش كنت تحاربني انا باسمي؟ دقيقه اجابك دقيقه اجابك دقيقه، لا 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 اجابك تقاطع، لا 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 تقاطع، لا 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 تقاطع، لا اجابك لا لا والله والله ما لا لا تقاطعني. اجابك لا 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 اجابك لا اجابك لا اجابك لا, لا اكمل اكمل. لانك لا 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 هناك فرق. خاف يا هناك فرق. اخواني، لا والله لا انك دقيقة تخاف، دقيقة لا لا دقيقة دقيقة والله انك تخاف، خلني اصبر اكمل. دقيقة لا دقيقة 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 طلبتك دقيقة دقيقه، لا دقيقة اصبر اصبر طلبت اصبر بس اهدى زي بس ما اهدى انا اسجل سجل، اهدى بس اهدى اهدى شوي اهدى شوي اهدى زي شوي ما انا اهدى شوي اسجل. اهدى شوي اهدى شوي اهدى شوي. انا لما سوي لي اتكلم ميوت والله. دقيقة بس دقيقة بس والله اهدى اني شوي خايف شيخ، انا راح انزل، سوي لي ميوت راح بس انزل. اهدى ما تشوف شر تبي تنزل راح انزل راح انزل، هذا هروب ما منك تشوف شيخ، انا شر تسوي تبي لي تنزل ميوت. لا لا تقول تسوي للناس ما ميوت، تشوفون الناس شر كلها تبي شايفتك تنزل الان. خلني اكمل، انا طلبتك انا دقيقه ما اقول لك شيء تقاطعني. بس انت بس وعدتني الان، دقيقة بس دقيقة دقيقة بس دقيقة بس دقيقة بس دقيقة اهدى وعدتني اهدى شوي تعطيني دقيقة دقيقه. بس اهدى 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 يلا شوي انا خلني اهدى ما اكمل في شيء الدقيقه وخذ المايك، انا بس اكمل الدقيقه. لا بس دقيقة دقيقة. انت لما تقول بس دقيقة انت لما تقول انت هاجمتني في ذاتي. ليش هاجمتك في ذاتك؟ لانك ذهبت الى رجل مشرك بالله يطعن بعرض النبي صلى الله عليه وسلم باسم الاهل السنة فافتخر بك هذا الرافضي. هذا واحد. هذه المسألة. أما مسألة المعاصي أنت دخلت بناقض أصلا من نواقض الإسلام. إذا تعرف ناقض من نواقض الإسلام أنت قاعد تقيس لي بين معصية وتقيس لي بين فعلك ناقض من نواقض الإسلام. ثم لابد أن تفهم أن هذا الفعل الناقض من نواقض الإسلام أنت أظهرته أمام الناس. مو أنت اللي أظهرته، هو صورك أصلا وأنت لابس حجاب مغطي راسك. طيب جزاك أظهرك الله خير، صورك يلا أمام يلا الناس خلنا بين نرد، خلنا الأمان نرد عليك، ونشرك امام الناس. لا خلنا دقيقه نرد عليك. خلنا نرد على نقاطك اللي ذكرتها بس دقيقه. الحين شيخ انا انتهينا دقيقه، من مساله بس شيخ دقيقه يا دقيقه صالح. دقيقه دقيقه. دقيقه يا صالح ابعطيك دقيقه بس والله ما دقيقه يصير تسوي ميوت شيخ، انا عيب ترى تبان مهزوم بس قدام اهدى. الناس. انت يا ليش اخي انا من حقي تتكلم؟ اتكلم دقيقتي ابغى. ابعطيك حريتك بالكلام بس كم تعطيني دقيقه. دقيقه؟ قول بسرعه قدام الناس. ابعطيك الوقت الذي تجيب عليه على راحتك بس قول انا اربع جاوبك دقائق لك قدام الناس، قول اربع دقائق. لك 4 دقائق بس وين خلني قاطعتني اجاوب فيها على شيخ انا؟ خلني اجاوب على النقاط اللي وين ذكرتها قاطعتني؟ اسمعني. بسرعه قول قدام ما الناس. راح ما راح نقاطعك ان شاء الله ما راح نقاطعك. اسمعني. انت لما ذكرت لا اله الا الله والله اني قول اشهد وعد، قول وان شاء الله بعطيك الوقت لين تتكلم وتنتهي. ابشر حاضر. اربع بس دقائق وعد. 4 دقائق وخلي المشرف وعد. يسحبها لك. اي ابشر ابشر بس دقيقه. انت الان لما تذكر المساله هذه فرقنا لك قلنا لك هذه معاصي وانتهينا منها. والنبي عليه الصلاه والسلام يفرق بين الفعل والفاعل. انا اريدك ان تنتبه لمساله والله يا صالح، والله وبالله وتالله وأنت من جابرني على أن أحلف بهذا يا أني أقول لك هذه الكلمات أريدك أن تنتفع بها. اتركني واترك الناس كلها، ولكن أريدك أن تعلم أن هناك شيء في الشريعة فرق بين الفاعل وبين الفعل. لابد أن تفهم هذه يا صالح. والله لو فهمت هذه المسألة والله ستنفتح عندك كثير من الأمور. لا اعلم أنا ما أدافع عن عين أحد من الناس، ولكن أنا بهيئتي أمامك أمام الناس أمام الحضور قاعد أتكلم في شريعة في دين ما هو ملكي. هذا دين الله. هناك فرق بين الفعل وفرق بين الفاعل. لازم أن تفهم هذه المسألة يا صالح. والله خل هذه المسألة منهاج لك في حياتك، مو بس مهاجمتك، خلها منهاج لك في حياتك. في فرق بين الفعل وفي فرق بين الفاعل. وقد ضربت لك مثال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكيف النبي عليه الصلاة والسلام كذلك اعتذر للرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أذكر لك حادثة أخيرة. في غزوة حنين خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة حديثين عهد بكفر توهم مسلموا قريب في إسلامهم. مروا للمشركين ولهم سدرة يعكفون عندها، فمروا بسدرة أخرى فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني اجعل لنا سدرة نتبرك بها كما يتبركون بها. طلب كفري، طلب مخرج من الملة. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. شوف الطلب. قالوا اجعل لنا سدرة. انظر النبي كيف ضرب بإله. يعني الطلب كفري. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ارجعوا أنتم كفار، أنتم ارتديتوا عن الإسلام، أنتم طلبتوا طلب
خارج من أنتم طلبتوا طلب ناقض من نواقض الإسلام. لا، هذا مثال على إيش؟ في فرق بين الفعل والفاعل. يا صالح أرجوك أن تفهم هذه المسألة وتأخذها لك إيش؟ كدرس، وخذها يعني مفهومية لك ومنهاج. المسألة الثانية لا دوري شيخنا، دوري. ما مو أنت سألت 3 أسئلة يا بس صالح. شوف، مسألة ماشي الجسر النظر. البري أنا راح أجيك فيها، بس هذه شوف أنا سجلت الآن حوالي 7 نقاط، خلينا نرد لا عليها لا، شيخنا. ما راح، مو الجسر البري، بس خليني أتكلم بهالنقطة هذه بس تفضل، ولك. بس 4 دقائق تعطيني، تفضل. والله يا صالح أنا ما عندي إشكال، حتى لو يكون مايكك مفتوح معي وسؤال جواب ما عندي إشكال. بس شنو المسألة؟ لما تقول هؤلاء والوا المشركين على المسلمين، أنت لما تطلق هذا الحكم العيني، أنا أرجع لكلمتي لما أقول لك في فرق بين الفعل والفاعل. أنت تدري لما تحكم بهذا الحكم على عين من الناس، تدري شنو يلزم هذا كلامك؟ يلزم كلامك أنك تحكم على رجل من أهل بدر، على صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، حاطب بن بلتعة، كتب كتاب للمشركين وأرسل مع امرأة توصله للمشركين يخبرهم أن محمد سيغزوكم. فجاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل حاطب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه يعني من الصحابة، فجاءوا إلى المرأة فقالوا أين الكتاب؟ قالت ما في كتاب، ما أحد أعطاني كتاب. قال تخرجين الكتاب، دوروا بأغراضها ما في كتاب. رجعوا للنبي قالوا يا رسول الله ما في كتاب. قال بل عندها كتاب. فرجعوا لها، قال تطلعين الكتاب ولا نجرجك من ملابسك، نخليك أبد عارية. فأخرجت الكتاب من شعرها. انظر فعل، شوف فعل ناقض من نواقض الإسلام، يريد أن يعاون المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما حملك ذلك يا حاطب؟ ما الذي جعلك تفعل هذا الفعل؟ ناقض من نواقض الإسلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يا صالح فرق بين الفعل والفاعل وبين العين والحال. نعم أنا أطالبك وأنا أأمرك وأنا أشد على يدك أن ننكر المنكرات، ولكن مو بهذه الصورة، أن ننزل الأحكام على أعيان الناس. هذه ما هي عقيدة أهل السنة يا صالح. ليش الناس، ليش المسلمين، ليش أهل السنة على الوجه الخصوص يعني تكلموا فيك أنت يا صالح؟ ترى أنت يا صالح ما أنت عدو لي، والله إني أكلمك وقلبي يحترق عليك، والله العظيم ما أنت مجبور تحلفني. ولكن ليش المسلمين تكلموا عليك أنت يا صالح؟ ليش؟ شاب وطلع وهاجم وحكم وكذا، ليش؟ لأنهم خافوا عليك، لأن هذا الطريق ما هو طريق أهل السنة بتاتا، ولا هو طريق عقيدة أهل السنة. هذه طريقة الخوارج الذين خرجوا على عثمان فقتلوه، وخرجوا على علي بن أبي طالب وقاتلهم علي بن أبي طالب. تعرف كيف قضى على الخوارج؟ قتل الخوارج وهم يصلون صلاة الجمعة يا رجل. عبد الله بن وهب الراسبي، اطلع ابحث بجوجل ولا ابحث في كتب السير. عبد الله بن وهب الراسبي رأس الخوارج. تعرف علي بن أبي طالب كيف قضى عليه؟ قال حنا اليوم صلاة جمعة، لازم نصلي الجمعة وبعدها نكمل المعركة. فايش قال عبد الله بن وهب الراسبي رأس الخوارج؟ قال رأيك سديد، اي والله نصلي الجمعة. طاعة، عندهم طاعة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخوارج هذول أصحاب طاعة، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، تحقرون قراءتكم عند قراءة، تحقرون قيامكم عند قيامهم. يخاطب الصحابة قال اي والله نصلي الجمعة. لما كبروا لصلاة الجمعة وسوى علي بن أبي طالب كر عليهم. سووا هم قطعوا الصلاة؟ ما قطعوا الصلاة، أهل عبادة واقفين يصلون، وجاء علي بن أبي طالب قتلهم وهم في الصلاة. هل تستطيع أن تحكم على علي بن أبي طالب بالردة؟ هل تستطيع أن تحكم على حاطب بن بلتعة من أهل بدر؟ عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر قال افعلوا ما شئتم قد غفر الله لكم. يا صالح فرق بين الفعل والفاعل، فرق بين العين والحال. هناك أحكام يا صالح. والله أنا أريدك أن تأخذ الكلمة الأخيرة هذه يا صالح، ليس من باب الهجوم، خذها نصيحة من أخيك الأصغر الأكبر الأوسط الغريب الجديد الحلم، كيفك، أريدها لك تكون منهاج يا صالح، والله نصيحة لك. والله ما يصير. طيب سؤالي الآن، سؤالي، هل تجوز طاعة المفسدين في الإسلام؟ تفضل.
بالنسبه للكومنت دقيقه، شوف انا الكومنت ما دام اني ملابس النظاره والله اني ما انتبه لشيء، ولهذا انا حريص على ان الكومنت لا يكون فيه سبب او سب، سواء لك او لي او للمشاهدين. مو مساله والله يدعمني، انت مستانس على يدعمك، انت قاعد اصلا انت الان في كلامك لما ترد شيخ انا سمعت سؤالي. اي سمعت سؤالك. هل تجوز طاعة المفسدين؟ تفضل. بس دقيقة. انت شنو قلت؟ انت قاعد تقول هذا كله كلامك يخالف المنطق، يخالف القياس. يا رجل انا قاعد اقول لك حديث وحوادث وقرآن وحادثة قرآنية وحادثة نبوية وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي منطق وقياس؟ وين منطق وقياس؟ انت لما تقول لي والله هذا فعل جاهل، هذا اللي قال انا انت ربي انت عبدي، هذا جاهل. الذي سجل معاذ كان والله يسجل الحكم. حاطب بن ملتع ما كان حاطب ما كان يجهل اصلا الحكم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ذلك. انا بس احنا ما نختلف في الادله الشرعيه اللي انت جبتها، بس انا اتكلم، اسمع بس هذه النقطه. انا اتكلم على فهمك لتلك النصوص وتلك الادله. انت تفهمها بطريقه خاطئه شيخنا وتقيسها في امور ما هي نفس القياس حقها. تفضل شيخنا. معلش انت شنو قلت؟ قلت انت فهمك خطا، هذه في معرض ايش؟ الجهل، هم يجهلون، هذا كلامك. لما جيت لمساله حاطب عرفت ان حاطب مو مساله جهل، وهذه ناقض من نواقض الاسلام. النبي عليه الصلاه والسلام ما عذر لانه جاهل، قال ما حملك على ذلك. يعني شو اللي حملك على هذا الفعل الناقض من نواقض الايمان؟ ما مو جاهل، لو كان جاهلا لما كان قال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. واضح؟ فهكذا لا تقول لي، لا تقول انت قد يحمل كلامك يعني انه والله هذا جاهل، فعل معاذ يجهل الحكم. لا انا ما قلت عن حاطب، ما قلت عن حاطب، ما قلت. لا ما انا تكلمت عن اللي قبل حاطب. ايوه احسن. الحين مساله حاطب ما في جهل اصلا، يعرف الحكم، ولكن انا اريد ان اوصل لك بالادله اللي ذكرت لك اياها شنو؟ هناك فرق بين الفعل والفاعل. واضح؟ هناك فرق بين الفعل والفاعل. ثم مسائل المنطق ومسائل القياس ليس لها محل امام النصوص الشرعيه. اذا جاء امر من الله والرسول تسليم، سمعنا واطعنا، ما ادخل القياس وادخل المنطق. المنطق والقياس ما له محل اصلا في النصوص الشرعيه الواضحه القطعيه البينه في الاحكام. هذه المساله انا اردت من الادله السابقه كلها ان تفرق بالحكم بين الفعل والفاعل. انت لما تقولي تبرأ من المفسدين، كررت لك انا قلت لك اهل الاسلام يتبرؤون من اهل الكبائر، فضلا ان يكون هناك فعل من افعال المشركين. اهل الاسلام يتبرؤون من هذا، ما في احد يجاملك بهذا، ولا احد اصلا يقول لك احنا نوالي المفسدين، ولا احد يقول لك احنا نوالي المشركين. ما في اصلا مسلم. تطيع المفسدين؟ هل تجوز طاعة المفسدين؟ سؤالي. اطيع بايش؟ هل يجوز انك تسمع وتطيع له؟ المفسد هذا اللي ذكرته مسلم ولا مشرك؟ مسلم، مشرك، مسلم يلا مسلم ولكن مفسد، هل تجوز طاعته؟ دقيقة ما ادري شلون طلع لي هذا. طيب المفسد هذا اللي ذكرته انت مسلم ولا؟ اي مسلم بس مفسد. مفسد بايش؟ مفسد شيخنا فساده، يحب ينشر الفساد بين الناس. طيب هذه معصية ولا ناقض ولا شيخ انا سؤالي، انا الان اتكلم لك، انا ما اتكلم لك عن المشركين، انا ما تكلمت عن المشركين، انا اتكلم عن المفسدين اللي ينشرون الفساد بين الناس، تجوز طاعتهم ولا لا؟ احسن. المفسد هذا لما نشر الفساد امرني بان انغمس بس دقيقة، امرني ان انغمس في هذا الفساد؟ تسمعني؟ اسمعك الان، دوري شيخنا، خلنا نرد عليك بوقتي. المفسد هذا اي راح ارد عليك، الان امرني ان انغمس في هذا الفساد، راح اخذ وقتي واجيك الان. شوف هذا السؤال سجلته، هل امرني؟ يلا سجلتها. لا طيب. جاوبني عن هذا. طيب راح اجاوبك. اول شيء انت تكلمت عن المنطق، وقلت ان المنطق والقياس وعلم القياس لا ينطبق امام النصوص الشرعيه. احسنت شيخنا، احسنت. اذا جت النصوص الشرعيه تستدل عليها انت في محلها، هنا انا الجم. لكن تاخذ لي قصص في منطقه اخرى وتجيبها علي انا، اللي انا ما سويت نفس هذه القصه وما كنت انا يعني فاعل نفس هذا الفعل، وتطبقها علي هنا. اقول لك شيخنا انت فهمك الغلط، مو النص الغلط. انا ما ارد النص شيخنا، اسمعني بس اسمعني. انت الان تبي تبين للناس، اسمعني بس شيخنا اسمعني. لا انت بدأت تستشهد ان هذا ناقض.
انت ما قاعد تقول ان هذا ناقض. شوف ما يصير تسوي لي ميوت شيخنا، بس ترى تبين دقيقة، نفسك لا ضعيف خلو قدام الناس شيخنا. لا خلو اي خلني ارد، انت خلني قاعد ارد، تقول. والله برد على حاطب بن ابي بس بلتعه، دقيقة والله لا انت ارد، مو قلت ان هذا ناقض؟ والله لا ارد. اصبر اي لي بس، هذا اصبر لي ناقض بس ولا عشان مناقض؟ افهمك المساله حبه حبه شيخنا. ما فعل يصير تسوي لي حاطب ميوت. ناقض ولا مناقض؟ اي ما يصير تسوي لي ميوت شيخنا، الله يجزاك يلا الجنه. تفضل. طيب يلا طيب، فانت احنا ما نعترض على النصوص شيخنا، احنا نعترض على ضرب النصوص بالواقع الحالي اللي احنا فيه اليوم، بفهمك للنصوص، هذا اعتراضنا. يعني مثلا تخيلوا شباب، انا اجي لا اقول تختلف، مثلا اقول والله محمد بن سلمان هذا كافر. تختلف النصوص هذه، تختلف اسمعني، عن لا ما الواقع فهم. الحالي. هو شوف، هو لو اخذتها في الفهم الصحيح صح، إيه. لكن لو بس اخذتها في فهم ثاني ما تنطبق. يعني مثلا طبق لي شيخنا فهمك يجيني الصحيح. واحد، بس دقيقة، يجيني طبق لي واحد فهمك يقول لي الصحيح. ما دليلك على تكفير محمد بن عارف، سلمان؟ يا شيخنا خليني اكمل. طبق لي فهمك الصحيح، بس طبق لي فهمك الصحيح طيب بفعل حاطب، بفهمك طيب الصحيح. طيب، حاطب بن ابي بلتعه اخطا، ايوه حلو، اخطا، حلو، وكان لديه عذره الذي عذره به رسول الله، اللي هو ايوه انه اهله، انا ما اتذكر القصه الان كامله، انه اهله او الظاهر هناك ما كان احد يعويه، او ما كان احد يعني يحمي اهله او شيء، فهمت؟ يعني كلهم كان في مكه لهم يعني من يعولهم الا حاطب الظاهر. فالقصه ما اتذكرها، عرفت؟ لكن كان له عذر، والنبي علم بصدق هذا الرجل وعذره، عرفت؟